نرحب برفاقنا في حركة التجديد الوطني وبالوفد اللي زار الشمال السوري ومدينة منبج والرقة والمناطق الأخرى ولم يهمل أي جزء من هذه المنطقة، ونشكرهم على هذه الزيارة الودودة التي تعيد اللحمة السورية ما بين أبنائها. ونشكر دكتور عبيدة نحاس على هذه الزيارة. حقيقة هناك أمور ستكون في المرحلة القادمة أمور جيدة وفعالة على الصعيد السياسي وعلى الصعيد المناطقي والإقليمي، وإن شاء الله سنكون جميعا نواة خير لسوريا المستقبل، بحزب سوريا المستقبل وبحركة التجديد وبالأحزاب الأخرى وبالحركات الأخرى، الحركات النهضوية الفكرية الديمقراطية اللي مسارها مسار التجديد لا مسار الإقصاء. وأهلا وسهلا بالأستاذ الدكتور عبيدة نحاس. تفضل. شكرا لك أستاذ إبراهيم. الحقيقة نحن نشكر الإخوة في حزب سوريا المستقبل على حسن الضيافة والاستقبال الأستاذ إبراهيم قفطان وقيادة الحزب، وهي كانت فرصة مهمة في الأيام يعني اليومين الأخيرين، كانت فرصة مهمة للاطلاع على تجربة مميزة الحقيقة في سوريا اللي هي تجربة منبج. بالأمس ذهبنا معا إلى مدينة الرقة، والرقة رغم الدمار والألم الذي رأيناه، الرقة في طريقها لأن تصبح علامة أمل وإعادة إعمار وصنع المستقبل. أمس كان بين الركام كنت تجد الحياة تعود من جديد، أبناء الرقة يعيدون البناء بشكل مستمر، وهناك أيضا عودة للحياة التجارية والنشاط وحركة الناس. هذه الصورة رغم كما قلت الألم والدمار، كنا نشعر بالألم ونحن نشاهد مدينة مدمرة بنسبة 80%. هذه الحالة التي أوجدها الاستبداد ثم الإرهاب. نحن وجدنا الدمار من صنع الاستبداد أولا ثم من صنع الإرهاب. هذا الدمار سوف نضعه جميعا وراء ظهرنا. كنا بالأمس بحاجة للاطلاع على هذه التجربة في الرقة، ونحن نريد أن تسير الرقة في طريق التعافي كما سارت منبج من قبلها. أنا أريد أن أعلق على منبج وعلى تجربة منبج بشكل أساسي. ما رأيناه في هذين اليومين، وإن شاء الله ستكون بيننا لقاءات في المرحلة القادمة، هو شيء مطمئن. نحن رأينا أبناء منبج يديرون شؤونها، يديرون الشؤون المدنية، يديرون الشؤون الأمنية الشرطية العسكرية، ونحن نأمل أن يتمكن أبناء سوريا جميعا من أن يساهموا بهذه الروح الإيجابية. قبل قليل عدنا من اجتماع في المجلس العسكري في منبج، ويعني استمعنا إلى أشياء حقيقة مطمئنة. هلا نحن تحدثنا أيضا بملاحظات على التجربة، وهذا شيء طبيعي، ولدينا أمل في أن تعود منبج حاضنة لكل أبنائها، وهذا يعني نحن بجهود الإخوة والزملاء في حزب سوريا المستقبل وفي الإدارة المدنية التي زرناها أيضا، نأمل أن تصبح منبج بالفعل تفتح ذراعيها لجميع أبنائها، وسيعودون بالتأكيد قريبا جميعا. الذي نتطلع إليه في منبج وفي باقي المناطق في شمال سوريا وفي كل سوريا هو أن تعود سوريا مسرحا للاستقرار، ولكن في نفس الوقت عدم تغييب صوت أي أحد. جميع المواطنين السوريين يجب أن يكونوا سواسية أمام القانون، ولكن يجب أيضا أن يسمح لهم بأن يعبروا بصوت حر، وأن يتحدثوا عن مطالبهم، وأن يسهموا في بناء بلدهم ويشاركوا في اتخاذ القرار فيها. نحن نتمنى أن تسير الأمور في منبج نحو يعني المزيد من الاستقرار، وأن لا تكون محل يعني تنازع أو قلق، ونأمل أن تكون الخطوات المتخذة على الصعيد المحلي هنا أن تكون خطوات في هذا الاتجاه. يعني زرنا الإدارة المدنية، طلعنا على أعمالها،
قدمنا ما نعتقد أنه يجب أن يكون في هذه التجربة، واستمعنا إلى طموحات وآمال الزملاء في الإدارة المدنية وفي حزب سوريا المستقبل، ووجدنا أن الحزب على سبيل التحديد يعني هو بالفعل يتطلع إلى أن يكون ممثلا لكل أبناء الشعب السوري، وخاصة في هذه المنطقة في شمال سوريا. نحن أيضا في الحركة نتطلع إلى أن نكون ممثلين بنفس الاتجاه. نأمل أن تكون الولادة الجديدة في سوريا أن تكون في اتجاه قيام كيانات سياسية واعية تجدد الوعي الوطني، تجدد الروح الوطنية، تأخذ بيد سوريا إلى مستقبل واعد وزاهر. لا شك أن إخوتنا الموجودين في المنافي الآن وفي بلدان اللجوء يتوقون جميعا للعودة، والأكثر إيلاما أننا نرى الآن حالات نزوح في داخل هذا الوطن. نحن وطن جريح اليوم، سوريا تحاول أن تتعافى، ونحن نأمل أن يعود الجميع إلى بلداتهم وقراهم، وأن يتوقف التهجير، ولعله يعني نتمكن جميعا كسوريين بجهود مشتركة من أن نحقق هذا الأمل وهذا الحلم المنشود. ويعني من المؤلم أنه يسير الإنسان في أرض بلده فيجد كل هذا العدد من الحواجز يجتاز حاجزا مو مبدأ الآمن، وإنما مكان حقيقة للإبداع، مكان للتقدم، مكان يعني تقديم نموذج حتى على مستوى المنطقة، ليس فقط داخل سوريا، وإنما سوريا تعود تلك الدولة أو البلد الذي كان مقداما ومتقدما. نحن أول دولة في المنطقة العربية حققنا الاستقلال الناجز من الاستعمار في الأربعينات، وكان لدينا أول دستور ديمقراطي في سوريا في عام 50، وقر دستور ديمقراطي بطريقة غير مسبوقة في المنطقة. ونحن اليوم يجب أن نستلهم هذه الروح عندما نتحدث عن دستور جديد أو مرحلة جديدة أو ولادة جمهورية ثانية في سوريا. نتطلع إلى أن نبني هذا البلد معا، وأن يكون جميع إخوتنا وأخواتنا من السوريين جزءا من هذه العملية. آن الأوان أن نضع حدا للاستبداد، كل الاستبداد، وأن ننهي العقود الحالكة المظلمة التي عشناها منذ عهد الاستقلال للأسف، التي تم التغول فيها على المواطن وعلى البلد، وتم تدبير البنى التحتية، ثم يعني أكمل استبدال هذه العملية بالتدمير الشامل وجلب القوى الأجنبية. الآن سوريا تعاني طبعا من وجود عدد لا نهائي من القوى على أرضها، ولا شك أن السوريين سوف يستعيدون سيادتهم وكيانهم الوطني واستقلالهم الوطني إذا تكاتفوا معا وإذا عملنا معا. سوف يؤدي ذلك إلى أن نبقى على أرضنا أحرارا مجتمعين، وتخرج طبعا كل القوات الأجنبية من سوريا. هذا سيكون شعار المرحلة في المستقبل، وبالتأكيد يعني سنعمل معا من أجل بناء دولة إن شاء الله مستقرة. ولن نسمح يعني أستاذ إبراهيم يعني ممكن يعلق أيضا على هذا الكلام، لن نسمح بأن يعود للاستبداد يد يعني تضرب هذا الوطن أو تضرب أبنائه ببعض وتؤثر على استقراره. شكرا دكتور عبيدة. حقيقة احنا راح نكون أوفياء لهذه الآمال، ومن ضمن برامج حزب سوريا المستقبل ومن ضمن أهدافه ومن ضمن تطلعاته هو أن تكون سوريا موحدة شعبا وأرضا، لكن بتعددياتها وبأعراقها وبلغاتها. نحن نؤمن بالتعددية لكن على أرض واحدة، أن تكون عاصمتنا دمشق. لا نريد أن يكون هناك كنتونات في المنطقة، ونحن من هذا
المنبر الجميل وهذا الحوار وهذا اللقاء، نقول لكل أبناء سوريا تفضلوا ارجعوا إلى سوريا لنتشارك بقرار موحد نبني سوريا بإدارات متعددة في مناطق لا مركزية. نحن سئمنا من المركزية واللون الواحد. النظام كان هناك يسعى إلى المركزية، وبعدها أتت الكتل الأخرى، وآخرا داعش كانت لا ترغب إلا باللون الواحد. لكن نحن في حزب سوريا المستقبل، وكما نرى في حركة التجديد الوطني، حقيقة هي حركة مجددة وتجديد، ونحن دائما مع التجديد، لأن الثوابت هي التي تخضع للمتغيرات، لا المتغيرات هي التي تخضع للثوابت. وأكرر على الملأ، نحن نرحب بكل أبناء سوريا أن يعودوا إلى هذه المنطقة، وسيكون الشمال الشرقي من سوريا مبدئيا حاضنة ونواة حقيقية لديمقراطية سوريا، للامركزية سوريا، لتعددية سوريا، للتشاركية. وشكرا لكل رفاقنا في حركة التجديد ولكل أبناء سوريا في المهجر وفي الداخل والخارج. نحن سوريون قبل أن نكون عربا أو أفرادا أو تركمان أو شركس، نحن سوريون.